السلام عليكم ومرحبا بكم في شاي ولقمه. جبت لكم الحرشه ديال الدار بالريحه ديال زمان، مقرمشه من برا وكتذوب من الداخل غير في الطاجين وفوق البوطه. وصدقوني الا جربتوها راكو غادي تبقاو كديروها كل نهار. وخليكم معايا باش تعرفوا سر الهشاشه وسر الترميله ديال الحرشه ديال الدار. وعندي هنايا ما يعادل 500 غرام ديال السميده الخاصه بالحرشه، نوعيه جيده. ضفت شويه ديال الملح وغادي نضيف ما يعادل 4 غرام ديال الخماره، تقريبا نص ساشي. ومن بعد غادي نضيف معلقه ديال السكر سنيده اللي تقدروا بطبيعه الحال تعوضوها بمعلقه ديال العسل. وغادي نبسبس السميده اولا الحبيبات ديال السميده بنص كاس وافي ديال الزيت. من بعد ما بسبست السميده مزيان غادي ناخد واحد الكميه وغادي نحتفظ بها. وهنا عندي كاس ديال الماء اللي كيكون دافي غير واحد شويه، وضفت له راس معلقه صغيره ديال الخماره حبيبات ديال العجين او الخماره المعجونه اللي كان متوفر عندكم. وهذا هو السر اللي كيخلي الحرشه تجيكم مرمله وتجيكم رطبه من الداخل. ومن بعد كما شفتوا معايا ضفت الكأس الثاني من الماء كيكون غير شي شويه دافي. اما في الايام اللي كتكون الحراره فكنديروا غير الماء ديال الصنبور. من بعد ما خليت الخليط يرتاح ويتشرب تقريبا واحد المده ديال 5 ولا 6 ديال الدقائق، صافي غادي نبدا كنسرح اولا كنشكل في الحرشه ديالي. وبالنسبه للطويجينه اخواتي اولا المقله الثقيله، انا هنايا راها عندي جديده ما كتلصقش. غادي ندهنها بالزبده كما كتشوفوا معايا وغادي نحط فوق منها مباشره الحرشه. اما اذا كانت عندكم طويجينه قديمه وكتلصق فضروري ما ديروها فوق من البوطه تسخن مزيان عاد ديروا الحرشه ديالكم الطيب. بالنسبه للطياب ففي الاول كتكون النار مجهده،
حتى طيب على واحد الجهه، ومن بعد من نقلبها ضروري ما نقص الجهد ديال البوطه، لان تما الطويجينه كتكون يعني حاميه بزاف. الا خليتو النار مجهده فاكيد غادي تحرق معاكم. ضروري ما تنقصوا في الجهد ديال البوطه ملي كتقلبوا الحرشه على الجهه الاخرى باش طيب. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحرشه ديال الطويجينه. بالنسبه للناس اللي كيبغيوها شويه رقيقه ما يبغيوهاش شويه غليظه، فبطبيعه الحال نتوما تقدروا ديروها كما بغيتوا وكما كتفضلوا. تقدروا ديروها شويه غليظه وبطبيعه الحال تقدروا ديروها رقيقه. وبهذه الطريقة والمقادير البساط حصلنا على احسن حرشة ممكن توجدوها للفطور، ممكن توجدوها للكوتي للضياف ديالكم. شوفوا معايا كيفاش كتجي اكثر من رائعة، مقرمشة من برا وهشيشة ومرملة من الداخل. ومرحبا بكم دائما في قناة شاي ولقمة، وصفات من القلب للقلب.